خرج المنتخب المغربي من نهائيات كأس أفريقيا 34 المقام في كوت ديفوار بعد الخسارة المؤلمة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أمام جنوب أفريقيا في مباراة دور 16. هذه النتيجة أطاحت بآمال المغرب في الفوز بالبطولة التي غابت عنهم منذ عام 1976، وتواصلت بذلك معضلة المنتخب المغربي في البطولة الإفريقية. كانت هناك تطلعات عالية للمنتخب المغربي خصوصا بعد أدائهم المتميز في كأس العالم في قطر، لكن التوقعات تحطمت بخروجهم المبكر من البطولة. 3 عوامل رئيسية أدت إلى هذا الإخفاق، ما أدى إلى استمرار صعوبات المغرب في التعامل مع المنافسات الأفريقية على الرغم من انتمائهم لهذه القارة. اتخذ المدرب وليد الركراكي للمنتخب المغربي قرارات تكتيكية غير مفهومة في مواجهة جنوب إفريقيا بكأس أفريقيا، حيث فضل الاعتماد على المدافع نصير مزاروي في مركز غير معتاد بالرواق الأيسر بدلاً من يحيى عطية الله. هذا القرار الذي يبدو مخالفاً للمعايير الكروية العامة جاء بالرغم من عدم جاهزية مزاروي الذي عاد مؤخراً من إصابة ليلعب في مباراة حاسمة. لم يتمكن مزاروي من تقديم أداء مؤثر هجومياً أو دفاعياً، مما أدى إلى تأخر الركراكي في إجراء التعديلات اللازمة. علاوة على ذلك، كانت خطط الركراكي محدودة، معتمدة بشكل كبير على الهجوم من الجهة اليمنى، مما جعل الخصم يتوقع أسلوب لاعب المغرب ويستعد له جيداً. حتى بغياب اللاعب البارز حكيم زياش، ظل الركراكي متمسكاً بنهجه الهجومي، ولكن دون تحقيق التغيير المطلوب في أسلوب اللعب. الأداء المتواضع للفريق بأكمله، بدءاً من الدفاع وصولاً إلى الهجوم، أضعف من قدرات المغرب وفتح الطريق أمام هجمات منافسهم. تفتقر البدائل على مقاعد البدلاء إلى التأثير الإيجابي، مما يجعل تغييرات الركراكي غير فعالة. هذا النقص في الأداء القوي والتكتيكات المرنة ترك المنتخب المغربي بلا حلول فعالة، مما أسهم في خروجهم المبكر من البطولة.